لقاء وموعد مع المشاهير. والنهاردة معنا ملكة الضحكة الجميلة في الزمن الجميل، الفنانة زينات صدقي. عيني عليكي باردة يا قروصة. النهارده الوصفة ما اتغيرت، ندي حبة تقل بس ايه، ما رستكيش التقل صنعة. نبذة سريعة مختصرة عن حياتها الفنية. ولدت زينات صدقي يوم 4/5 عام 1912، وهي من مواليد محافظة الإسكندرية حي الجمرك، والاسم الحقيقي لها زينب محمد سعد. كفاية ما تبسطهاش أكتر من كده عشان تبطل طولة اللسان. أنا الأنسة حنفي يا مهدى إلى الحديقة يا ورد أفريقيا. معلش يا ست ثانية، ده من عشمه كده. وكانت من أشهر نجمات الكوميديا في القرن الماضي وفي زمن الفن الجميل. درست في معهد أنصار التمثيل والخيالة الذي تأسس من قبل الفنان زكي طليمات في الإسكندرية، ووالدها كان منعها من إكمال دراستها ليزوجها، ولم يستمر هذا الزواج لأكثر من عام فقط. اسمك ايه؟ حمودة بن حميدو. وانا اسمي حميدة، شايف ما حسن الصدف. بدأت حياتها الفنية كمطربة في بعض الفرق الفنية، ثم شاهدها الفنان نجيب الريحاني وعرض عليها دورا في مسرحية له، وأطلق عليها اسم زينات، حيث أخذت هذا الاسم من صديقتها المطربة المقربة خيرية صدقي، وكانت أغلب أدوارها في السينما في دور سليطة اللسان أو الخادمة أو المرأة بنت البلد. عملت مع معظم كبار الفن في هذه الفترة مثل يوسف وهبي وإسماعيل ياسين وشادية وفاتن حمامة وعبد الحليم حافظ وأنور وجدي وأحمد مظهر، وشاركت فيما يقرب من 400 فيلم. تم تكريمها بدرع عيد الفن من قبل الرئيس السادات عام 1976. رحل راسية ولا راسيكي؟ رسيم. نسلم احنا الأول، يجوا يكلمونا نكلمهم، بس ايه واحنا سرحانين ندي الريق الحلو في الأول بس بالقانون. خلاص حفظت الدرس. اتكلي على الله. رحلت عن عالمنا يوم 2/3 عام 1978، تاركة خلفها مكتبة كبيرة من الأفلام والأعمال الفنية الناجحة لحد هذا العصر. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن زينات صدقي، عانس السينما المصرية.